مرحلة سيئة بسبب حزب البعث، فنرجو من الله أن لا يعود لهم سلطان. اليوم حزب البعث يظهر لنا بلباس خادع، هو مسمى الدولة الإسلامية للشام والعراق. الدولة الإسلامية للشام والعراق هو حزب البعث المقيت الذي يقول قائلهم: آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. وحينئذ نعلم أن هذا التنظيم إنما هو حزب البعث السابق، وإنما هو بشعار رنان. يقول قائلهم: الرجعية الدينية إحدى المخاطر الأساسية التي تهدد الانطلاقة التقدمية في المرحلة الحاضرة. ولذلك إذا نظرت إلى القيادات العليا في تنظيم الدولة الإسلامية وجدت فيه العلمانيين، وجدت فيه الشيعة، وجدت فيه الدروز. وحينئذ نقول بأن هذا التنظيم لا يبت للإسلام بصلة، لا يبت للإسلام بصلة، وليس لتنظيم الدولة الإسلامية أي تنظير شرعي تأسيسي يبين منهجه العقدي. وما صدر عنه إنما يمثل تبريرات جدلية أو تلبيس على الناس باستخدام مصطلحات شرعية ليروج على السذج الممارسات الهمجية التي يقوم بها حزب البعث المسمى بالدولة الإسلامية. ولذلك لم نجد أحدا من علماء الإسلام المعتبرين ينتمي لهذا الحزب أو يدافع عنه، ويخلو التنظيم من أي شخصية شرعية لها وزن، بل جميع الدعاة والعلماء يحذرون من هذا التنظيم المسمى الدولة الإسلامية، ويبينون مخالفة ممارساته للإسلام وعدم شرعية إعلانه للخلافة. ومن قال من العلماء بأن هذا التنظيم من الخوارج أخطأ. هذا التنظيم ملاحدة وأصحابه زنادقة يحاربون الله ورسوله، لا يقرون بالله ربا، ولا يقرون بالإسلام دينا، ولا يقرون بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هم أكفر من اليهود والنصارى، بل هم أكفر من الوثنيين وعباد الأصنام. هذا في قيادتهم مع الشيخ. نعم، خطر هذا الحزب على الأمة الإسلامية أعظم من خطر هؤلاء جميعا. قد تقول بأن هذا الحزب انضم إلى لوائهم المجاهدون القادمون من بلدان شتى يريدون نصرة دين الله. نقول كون هؤلاء أتباع كل ناعق، أتباع كلنا سمعوا الكلمة الطيبة التي أعلنت غشا وتزويرا فجاءوا إليها، غرتهم الدعاية، لم ينظروا لحقائق الأمور. ولذلك كذلك انضم تحت لواء هذا التنظيم قطاع الطريق وجبات الأموال والميليشيات المرتزقة. وحينئذ وجود مثل هؤلاء ليس يعني دالا على صدق هذا التنظيم في ادعائه الانتساب إلى دين الإسلام. والحكم على الجيش إنما هو بأهدافه وغاياته وقادته، ليس بأفراده الذين يفعلون شيء لتحقيق غاية يريدها غيرهم. بعض الناس قد يقول بأنهم يستخدمون مصطلحات شرعية مثل التكفير، مثل الردة، مثل التكبير، مثل البيعة. نقول هذه مسميات شرعية يأتون بها للعب على الذقون واللعب على الناس، وقد يمكنون بعض هؤلاء الذين جاءوا للجهاد من فعل بعض هذه الأشياء من أجل أن ينغر بهم الخلق، ويستخدمون هذه المصطلحات من أجل تبرير طرائقهم السابقة في البطش والتنكيل الذي هو من سياسة حزب البعث. قد يقول بعضهم بأن هناك معارك بين الدولة الإسلامية هذه التنظيم المسمى بالدولة الإسلامية وبين حزب البعث السوري المتمثل في جيش الأسد. فنقول هكذا حزب البعث ما يفتؤون أن يقتتلوا ويختلفوا، ففي العام الماضي كانت العلاقات بينهم وطيدة، وكان النظام يتجنب عمدا أي مواجهات بينه وبين حزب البعث المسمى الدولة الإسلامية للعراق والشام، بل كان الجيش السوري يقصف أي فصائل ثورية تدخل في مواجهات
ومعارك مع تنظيم الدولة الإسلامية، وكأنه يخوض المعركة بنفسه، ولا يعني يستبعد أن يحدث هناك انقسام بين أقسام حزب البعث، لأنهم هكذا هو شأنهم وهذه طريقتهم، ما يفتؤون أن ينقسموا، كما حدث سابقا بين العراق وبين سوريا وبين قادة التنظيم في العراق مرات متعددة. قد يقول قائل بأنهم يهدمون الأضرحة، قل هذا من عمل الأتباع الذين لا يعرفون حقيقة الحال ويتشددون في ذلك. ولذلك لما تعلق الحكم بضريح سليمان باشا جد العثمانيين الموجود في المناطق الخاضعة لهم، منعوا من هدمه، بل سهلوا للقوات التركية أن تدخل للضريح لحمايته. وقوات حزب البعث اليوم المسمى بتنظيم الدولة الإسلامية تقوم بحماية هذا الضريح. إن قال قائل مثل ما ذكرتم هم يعتمدون على نصوص من الكتاب والسنة ويستدلون بأقوال علماء الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبنائه وتلاميذه، كل هذا أيضا من محاولة اللعب على السعوديين من أجل استخدام شبابهم ليكونوا وقودا يناصرهم ويحقق أهدافهم السيئة التي هي محاربة لله ورسوله. ولذا تجدهم يخاطبون كلا بما يناسبه. إذا نظرت إلى مثلا خطابهم إلى أهل المغرب وجدتم يستخدمون كلام علماء المالكية ويستخدمون بعض النصوص التي تكلم بها الفقهاء المتقدمون من هذا المذهب من أجل استجرار بعض التونسيين والجزائريين والمغاربة ليكونوا داخل تنظيمهم. وهكذا إذا خاطبوا من ينتمي إلى حزب الإخوان أو غيرهم خاطبوهم ببعض كلام قادة الحزب من أجل أن يجروهم ليكونوا وقودا لهم في تحقيق مآربهم المخالفة لدين الله عز وجل. بل تجدهم قد يحتجون بكلام بعض المعاصرين الموجودين ممن له كلام آخر يصرح بفساد منهج هذا التنظيم، تنظيم المسمى بالدولة الإسلامية. إن قال قائل بأن أبا بكر البغدادي هذا إبراهيم بن عواد يتكلم بخطاب شرعي منسق مبني على النصوص، فنقول أبو بكر البغدادي هذا مجرد صورة من أجل تحسين سمعة حزب البعث لدى الآخرين.